في مكسرات بتجيلنا قبل النوم. المكسرات دي مش مكسرات حلوة ولذيذة زي ما انتوا عارفين، مثلا اللوز والفستق والبندق والحاجات الحلوة دي. لا، مش هي دي الحقيقة. دي اسمها مكسرات السهر. مكسرات بتهدنا مش بتبنينا، مكسرات بتوقعنا كده، وخصوصا بالليل قبل ما ننام. مكسرات السهرة دي زي ايه؟ تعالوا نعرفها مع بعض. زي مثلا الخوف والقلق والتوتر. دي كلها شوية مكسرات بتجيلنا كده، نبقى خايفين من المستقبل، خايفين هنحقق ايه؟ طيب اللي احنا حققناه ده كافي؟ طب العمر اللي ضاع ده ضاع في ايه؟ الحاجات اللي انا عملتها دي صح ولا غلط، ولا كان ممكن احقق اكتر؟ من ضمن مكسرات السهرة كمان انا بقالي كتير قوي كان نفسي احقق حاجات معينة او اعمل حاجات معينة وما عملتهاش. مكسرات السهرة كمان انه انا ما اتجوزتش لحد دلوقتي، هو انا كده العمر ضاع؟ طيب وبعدين هلاقي الشخص المناسب؟ مكسرات السهرة اللي بتهدنا كتير قوي بتحصل لنا قبل النوم الوحدة. وعلى فكرة الوحدة مش بس ان انا مش حواليا ناس، ممكن يكون حواليك ناس بس برضو حاسس بوحدة، حاسس انك لوحدك، حاسس محدش فاهمك، محدش عارفك، محدش حاسس بيك، مش حاسس بالامان. كل ده اسمه مكسرات السهرة. مكسرات السهرة كمان اللي تقيلة قوي بقى، احنا مش عارفين اللي احنا بنعمله ده اصلا صح ولا غلط. الطريقة اللي انا بربي بيها ولادي ماشي صح ولا ماشي غلط؟ الطريقة اللي انا ماشي فيها في شغلي، اللي انا بحققه في شغلي، ده فعلا الطريق بتاعي ولا كان ممكن امشي طريق تاني؟ كل ده اسمه مكسرات السهر. مكسرات دايما بتهد فينا وبتوقعنا، وبتيجي بالذات قبل ما ننام واحنا سهرانين بالليل.